رافقنا كريم كوريلا، عداء مغربي ومدرب في مجال الإعداد البدني، خلال حصص رياضية يخوضها هنا بالرباط بعد حصص من العلاج بالحجامة الطبية. يقربنا فيما يلي من تأثير الحجامة عليه بعد إحساسه ببعض الآلام أثناء قيامه بإحدى الحصص الرياضية. الحجامة درتها حيت الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بها بقوله إن أمثل ما تداويتم بالحجامة فهي شفاء قبل كل شيء. وصراحة أنا الحجامة أول مرة درتها بحكم أنه كان عندي إصابات متكررة، وداكشي علاش فضلت أنني ندير واحد العلاج طبيعي على أنني ندير علاج كيميائي. كانوا عندي إصابات خصوصا في الكتف وأسفل الظهر، يعني إصابات ماشي خطيرة ولكن يعني كنسالي الحصة الرياضية ديالي كنحس بالآلام على مستوى الكتف وأسفل الظهر، والحمد لله ملي درتها عطات نتيجة. تشافيت من دوك الإصابات، يعني ما بقاوش داك الآلام. وكما كتعرفوا في الحجامة هي كتحسن لنا الدورة الدموية، داكشي علاش انني فكرت انني نديرها بحكم انها يعني في الدم ديال، يعني كتعرفوا انه الدم راه يعني ضروري في الرياضه، يعني الانسان خصو يكون الدم ديالو التدفق ديالو خصو يكون غادي مزيان على مستوى العضلات. داكشي علاش انني فكرت نديرها، والحمد لله ملي درتها فحسيت واحد الحيويه اكثر على مستوى الجسد ديالي، والعضلات تنشطوا مزيان، وحتى نفسيا حسيت بواحد الراحه نفسيه. هادشي كله يعني موتيفاني وحفزني باش انني ندير حصص واحد اخرين في الحجامه. يعني ما كانتش هذه المره الاولى ولا الثانيه، الحمد لله يعني بعد مرور فترات واحد 3 اشهر ولا 4 اشهر درت حجامه مره ثانيه، ودابا وليت مداوم عليها. هي كما انايا الدكتور اللي مشيت لعنده او الاستاذ اللي مشيت لعنده اللي دار لي حجامه قال لي هي الحجامه بحال شي فيدونج، يعني خاصك الرياضي اللي تيكون تمرن بزاف وكي يعني عنده واحد فوالا يعني عنده واحد البرنامج رياضي مكثف خاصو يديرها مره في 3 شهور، يعني من الاحسن. المهم هي بحال كما قلت لك فيدونج، يعني كديرها باش كتغلاكسا في لي ميسكل ديالك، كتحس براسك بخير نفسيا مزيان. كتولي الحركات البدنيه ديالك كديرهم بشكل صحيح احسن من الاول، وكتحس حتى بالانرجي ديالك كتولي مزيانه احسن من الاول، فهمتي. وكما قلت لك فهي شفاء، يعني هذا هو شنقول لك السبب الاول اللي خلاني نديرها، هو باش نحاول نبرام داك الاصابات اللي كانوا كيجيوني بزاف، والحمد لله وليت بخير، وحتى المناعه كتحسن والسموم كيتدفق وتيمشيو السموم من الجسم، ما تيبقاش السموم بحكم داك الدم اللي فوالا كيتدفق داك السموم ما تيبقاوش. وكما قلت لك راه المنافع كثيره بزاف راه لا تحصى. هي الرياضيين بصفه عامه تينصحوا الناس انهم يديروا الحجامه الجافه، حيث الجافه ما كتجرحش الجلد ديال الانسان، الجافه كتكون هي سطحيه، فهمتي، يعني ما عندهاش شي اضرار. وهي خلاصه يعني الحجامه ما عندهاش كاع اضرار، ما عندهاش كاع اضرار ثانويه ما كاينينش نهائيا، يعني بخلاف التداوي بالعقاقير وبالادويه الكيماويه، فهذوك نقدروا نقولوا انهم عندهم واحد الاضرار الثانويه، ولكن الحجامه هي طبيعيه، يعني ما عندهاش نهائيا اضرار. هادشي اللي خلاني انني نزيد نبقى ديما نداوم عليها ونديرها، فهمتي، يعني ما نخافش منها. وتنصح كاع دوك الابطال اللي حيت بزاف الناس باغيين يديروها وتيخافوا يديروها، فانا تنقول لهم غير زعموا ديروها، ما كاين حتى شي حاجه تخافوا منها، حيت شي حاجه ما كاينش اضرار نهائيا، حيت شي حاجه اللي طبيعيه وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما يمكنش الرسول غادي يوصينا بشي حاجه اللي غادي تضرنا، فهمتي. يعني وحتى الناس العاديين راه يقدروا يديروها، رياضيين وعاديين، راه ما كاين حتى شي مشكل، ما تخافوا من حتى شي حاجه، غير خاصكم تمشيو عند الناس مختصين، حيت راه كاينين الناس اللي دخلوا على الميدان جداد، وهذا ما ننصحكمش انكم تمشيو لعندهم، سيروا عند الناس اللي اكفاء وقدامين في الميدان باش ما تخافوا من حتى شي حاجه ان شاء الله. فكما كتعرف انه كاينين رياضيين عالميين داروا الحجامه، كمثال على ذلك السباح الاسترالي مايكل فيلبس، كاين لاعب كره قدم بنزيما، كاينين رياضيين محترفين في رياضات كمال الاجسام والفيتنس هما داروها ومواظبين عليها. يعني ملي كتشوف انت هاد الناس هادو يعني بحال مثل ديالك في الرياضه وداروا الحجامه وتيشكروا بها يعني وعطاونا كاع لي بيان في اللي كانت على الجسم ديالهم، فما يمكنش انت غادي تشوف هاد الناس هادو داروها غادي تقول لا انا ما نديرهاش، فهمتي. انت مبتدئ ولا ماشي مبتدئ، يعني
ما بين قوسين يعني ما توصل لهمش، يعني ماشي هما محترفين فايتيننا وداروها والحمد لله عطات واحد الصدى ايجابي. علاش انت ما ديرهاش؟ فهمتي يعني الناس انا اللي تيخافوا فتقول لهم غير زعموا، راه ما كاين حتى شي حاجه تخافوا منها، فهو علاج طبيعي 100%. وكما قلت لكم راه احسن حاجه هو انه وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفى وباش تقدر ديرها حتى نتايا. المكملات الغذائيه ما عندها حتى شي علاقه بالحجامه. المكملات الغذائيه هذيك في النظام الغذائي ديالك بوحدها، هذيك فهمتي بحال اللي قلتي، راه المكملات الغذائيه راه داخله في البرنامج الغذائي ديالك اليومي ديالك ديال الرياضي، يعني راه تيدخلهم معاه فهمتي. اما الحجامه الشكل هذيك علاج، يعني ما عندهاش علاقه نهائيا بالمكملات الغذائيه، تقدر تاخذهم وديرها ما كاين حتى مشكل.